السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أخطر جريمة. الحلقة ديال اليوم هي حلقة خطيرة ومثيرة للغاية، وليست في متناول الأطفال أقل من 12 سنة. كيفاش وعلاش محمد غادي يقتل ليلى بواحد الطريقة وحشية، واحد الطريقة ديال الغدر، وهي في الأعز ديال الشباب ديالها. نمشيو جميع نكتشفوا الأحداث المثيرة ديال هذه القصة هذه. فن العطاء هو واحد الفن موسيقي متجذر في الثقافة المغربية، والفنان اللي كيتعاطاو لهذا النوع ديال الفن هذا كنسميوه في الثقافة الشعبية بالشيوخ. يامنة وحدة من الشيخات اللي مشهورات في المنطقة ديال بني ملال بهذا النوع ديال الفن هذا. يامنة كانت كتزاول هذا النوع ديال الفن، فن العطاء، في السبعينات وفي الثمانينات، واللي خلاها انها تكون مشهوره في المنطقه، واللي خلى ان بفضل هذا النوع ديال الفن خلاها انها تكون واحد الثروه صغيره اللي كتكون من 3 ديال المنازل كتكريهم وكتعيش منهم. يامنة ما كانتش كتولد، وكانت تبنات واحد 2 بنات، كانت عندهم 8 سنين و7 سنين ملي تبناتهم يامنة، كبراتهم وزوجتهم. ملي بقات يامنة بوحدها كانت كتقلب على شي بنت صغيرة تبناها باش تونسها. واحد النهار كتقترح واحد السيدة اليامنة واحد الطفلة صغيرة في عمرها شهر باش تبناها. يامنة لأول مرة كتعتبر بأن ليلى بحال بنتها من دمها ولحمها. يامنة باش تنظم الحياة ديالها وتضمن واحد مدخول شهري قار ليها والليلة، كرات واحد الدار من هذوك الديور 3 اللي عندها، ووحدة عطاتها لبنتها في التبني ساكنة فيها هي وراجلها وولادها، والدار الثالثة هي سكنات في الطبق الثاني، وكرات الطبق الأول واحد الكراج لواحد السيد كيخدم في هادشي ديال البيشان اللي سميتو محمد. وبحكم ان محمد عنده 26 عام كانت يامنة كتعتبرو بحال شي ولدها، وكانت كتستشرو في جميع المسائل ديالها، وكان محمد كذلك كان كيعاون يامنة وليلى في جميع الامور اللي كتخصهم، وكانوا كيعتبروه بحال شي راجل ديال الدار. بالنسبه لليلى كان محمد كيشكل واحد الصوره ابويه اللي فقداتها ملي تزادت، واللي خلى انها تربى على الثقه ديالها في محمد وتعتبره بحال الاخ ديالها الكبير او الاب ديالها. ملي ليلى بدات كتكبر ودخلات عليها السن ديال المراهقه، بدات الانوثه ديالها كتبان، واللي خلات ان الجمال ديالها يفتن محمد، والنظره ديالو تبدل تجاه ديالها. محمد كيعرض على ليلى مرات عديدة باش تزوج به، ولكن ليلى دائما كترفض على أساس أنها كتشوفه بحال باها ولا بحال خوها. محمد دائما ما حيدش العين ديالو على ليلى، ودائما حاضيها مع من كتمشي ومع من كتهضر. في 2007 كانت ليلى مصاحبة مع واحد السيد مهاجر في إيطاليا، وكان وعدها بالزواج، وكانت هادشي كله كتعاودو لمحمد وفراسو كلشي. ولما كيجي داك السيد باش يدي ليلى بالطوموبيله حدا الدار وقدام عين محمد، كان محمد كيموت بالغيرة، واللي خلى ان الحقد يبدا يتكون عند محمد تجاه ديال ليلى. بعد الوفاة ديال يامنة كتكتشف الزهرة بأن الأم ديالهم في التبني كتبات جميع الثروات ديالها بالاسم ديال ليلى، واللي خلاهم أنهم يدخلوا معها في نزاع وعلاقة متوترة، اللي خلات أن ليلى تحس لأول مرة بوحدانية رهيبة، واللي الانسان الوحيد اللي كان كيساندها في هذه المحنه هذه هو الجار محمد اللي كان دائما اليد اليمنى ديال ليلى في هذا
المرحله هذه، وكان يعني كيدافع عليها تجاه ديال الخوت ديالها، ونصحها انها تبيع يعني المنازل ديالها. 2006 غادي يتعارف محمد مع صديق جديد من المدينه ديال الجديده سميتو مصطفى، وعنده 45 سنه. مصطفى انسان متزوج، عنده 6 ديال الدراري، كان كيمارس المهنه ديال تاكزارت، من بعد دار فايت، ومن بعد داكشي تلاح المهنه ديال تاع الطارت، وجا يعني كيزاول هذيك المهنه في المدينه ديال بني ملال، وتما تلاقى مع محمد، وكانوا بجوج بهم مره كيمشيو وكيشربوا مجموعين في الدار ديال مصطفى. من بعد ملي توططات العلاقه بين محمد ومصطفى، كان دائما محمد ملي كيشرب كيعاود ليه على ليلى وعلى الحب ديالو ليها، ولكن ملي كيزيد كيشرب كيبقى يعني يخرج عليها الهضره خايبه على اساس انها يعني ورثات الفلوس عند الشيخه، بان راه غير فلوس الحرام، حنا اولى بهم. في واحد الليله خمريه، محمد مع مصطفى مع كانوا كيسكروا، محمد اقترح على مصطفى باش يعاونوا يصفيوها الليله، ومن بعد غادي يديو تقريبا 42 مليون في الكونت ديالها، لانه هو عنده الرقم السري، وبهذه الطريقه مصطفى غادي يحل المشاكل ديالو الماليه، ومحمد غادي يعني يقضي على ليلى ما تبقاش في الوجود، وغادي يبقى يعني في الكراج دائما ما كاينش لا تخلص عنده الكرا، وفي الدار لانه الوريث الوحيد هو ليلى. ملي غادي يغبروها يعني غادي يستافدوا في هذيك الممتلكات ديالها بواحد الطريقه يعني اللي ما يعيقش بهم حتى شي واحد. فعلا مع الخمر اتفقوا على الجريمه ديالهم. 22 ابريل 2007 محمد غادي يتصل بليلى وغادي يقول لها دابا خاصك تجي هنايا، لان راه لقيت لك البائع ديال واحد الدار واعره في حي راقي، وخصك دابا تجي قبل ما نفلتو هاد الهمزه هادي. فعلا كتجي ليلى وكتدخل للدار وكتجلس، وكياخد محمد التليفون كيدير بحال باغي يتصل بالبائع ديال هذيك الدار، وكيدوز الليله من اللور وكيشدها في عنقها وكيشد لها فمها. في هاد اللحظه كيدخل العطار مصطفى بالموس وكيعطيها 3 ديال الطعنات في الكرش ديالها، وكيقلبوها على ظهرها، وكيعطيها محمد كذلك واحد 5 ديال الطعنات في الظهر ديالها. ورغم ذلك الليله مع الحر باغي تغوت، ولكن هما بقاو كيضربوا فيها وما تهناو حتى حيدوا لها الراس. ملي قطعوا الجثه طراف، الراس بوحدو والرجلين بوحدهم واليدين بوحدهم والرحم بوحدو، الاجزاء التناسليه بوحدهم، داروا منها 14 كيس، عمروهم في اكياس وخشوهم في الداخل ديال النخاله، وداروا 2 خناشي كبار ديال النخاله ولكن عامرين بالاكياس ديال ليلى مقطوعه. من بعد كيتصل محمد مع نسيبو باش يعطيه الموتور، فعلا سلف ليه الموتور ومشاو بجوج بهم باش يشوفوا فين غادي يدفنوا هاد الجثه هادي. وملي رجعوا شدهم البوليس في الرون بوين لان ما دارينش الكاسك، الموتور مشى للفوريان ورجعوا للدار. غادي يتصل محمد بمول الهوندا وغادي يوصل لهم هذوك 3 ديال الخناشي للعروبيه حدا الجامعه، وغادي يعطيوه 50 درهم ديالو وغادي يمشي في حاله. واحد ماي كان واحد الراعي راجع للدار ديالو باش يتغدى مع داك 12 ديال النهار، وشاف واحد الكلب من الكلاب ديالو كان كينبش في واحد الميكا حدا كلية العلوم في بني ملال. ملي تقرب داك الراعي لهاديك البلاصه كيكتشف بانه الجدع ديال انسان. كيوقف واحد الطاكسي وكيعلم ليه كيقول ليه راه شي واحد يعني قاتل شي واحد تما، وراه كاينه الميكا تما. داك مول الطاكسي كيمشي ديريكت عند البوليس وكيعلمهم، كيجيو البوليس لعين المكان وكيقوموا التحريات ديالهم مع الطاقم التقني ديالهم، وكيلقاو 14 كيس
ديال الجثة، من بينها جذع، رأس، رحم مقطوع، أجزاء تناسلية والسيليكون، والراس مدور على واحد الزيف. البوليس كيقوم بجميع التحريات، واحد الطبيب شرعي ياخد الرقم السري ديال السيليكون وكيصيفطوه للمختبر يشوف اش من بلاصه تقامت العمليه ديال التجميل بهذاك السيليكون. من طبيعه الحال محمد كان كيظن بان نشر الدعايه بان ليلى حرقات لاسبانيا يعني غادي تغطي الجريمه وغادي تخليه يستفد من 42 مليون اللي خلات ليلى في البنك ديالها، وما غاديش تكتشف الامر ديال الجريمه ديالو. ملي سمع بان البوليس لقاو الجثه حدا الكليه ديال العلوم، تصاب بواحد التوتر وفكر مزيان ومشى عند خت ليلى بالتمني وقال لها ضروري خصنا نمشيو نبلغوا البوليس على الاختفاء ديال ليلى. النهار مورا الاكتشاف ديال الجثه كيجي محمد كيدخلوا عند البوليس كيديروا واحد الشكايه ديال الغياب ديال ليلى، كتجيب معاه الصوره ديالها. البوليس كيشوفوا هذيك التصويره وكيقارنوها مع الجثه ولكن ما كتبانش، وملي وراها البوليس طوينغات ديال ليلى كتعرف عليهم وكتقول لهم بان هادو طوينغات ديال اختي ليلى. باش غيتاكدوا البوليس بان هادوك طوينغات ديال ليلى وبان هذيك هي الجثه، غادي يمشيو للدار ديال ليلى وغيحلوها وغياخدوا يعني واحد العينه من الشعر ديالها ويقارنوها بالADN وغادي يلقاو فعلا بانه هي ليلى. هنا غادي يبدا البحث. طبيعه الحال محمد كحاضر في هذاك البحث دائما كيحاول يوجه الاتجاه ديال البحث على اساس انه القتل ديال ليلى ناتج عن الارث، لان محمد كيعرف جميع المعلومات على العائله ديال ليلى وعلى المشكل ديال الارث اللي تخلق بيناتهم من بعد الموت ديال يمنى. كان دائما في البحث كان دائما كيفرح ملي كيسمع البوليس كيتجهوا في الاتجاه ديال الارث، وكان كيساعد ان البوليس يبقاو في هذا الاتجاه هذا باش هو ما يثيرش الشبهات على راسو. واحد البوليسي كان كيلاحظ بان محمد دائما ملي كيهضروا على الارث كيشوف في العينين ديالو واحد الراحه. كينبه عميد الشرطه بانه هناك شك في محمد وبانهم خصهم يديروا معاه تحقيق عميق كذلك ويمشيو معاه للدار باش يشوفوا العلاقه ديال محمد مع ليلى. فعلا محمد ما كيكونش عنده حتى شي مشكل في المساعده وفي يعني الزياره ديال المنزل ديالو باش يقوموا بالتفتيشات اللازمه. البوليس ملي كيمشيو وكيقوموا بتفتيش دقيق في الدار ديال محمد، قبل ما يخرجوا واحد من البوليسي في الكوزينه كيبان ليه واحد الزيف كيشبه داك الزيف اللي مدور فيه الراس ديال ليلى اللي كانت مقتوله ومليوحه حدا الجامعه. ملي كيتواجه محمد على الاصل ديال هذاك الزيف محمد كيبان عليه التوتر. البوليس كذلك كيقوم بواحد التحريات دقيقه في الحمام وكيلقاو النقطه صغيره ديال الدم وكيحلوا كذلك داك القرقاره ديال اللافابو وكيلقاو فيها شويه ديال الشعر وشويه ديال الدم ديال ليلى. ملي كيقارنوه مع الADN ديال ليلى كيلقاو بانه راه متطابق مع ليلى. وفي هاد اللحظه هذه كيتواجه محمد بهاد الدلائل كاملين وما كيلقى ما يقولوا كيعترف بالجريمه ديالو وكي يعني يعطيهم الاسم ديال مصطفى اللي هو في جديده، والبوليس كيلتحقوا به وكيجيبوه وكيعترف لهم كذلك بانهم هما بجوج بهم ارتكبوا الجريمه. كيتم القبض على مصطفى ومحمد بالتهمه ديال القتل العمد واخفاء الجثه وكيتقدموا للعداله وكيحكموا عليهم بالاعدام رغم ان الاعدام في المغرب ما كيتطبقش. في هذه القصه هذه كيبان لنا بان الطمع فعلا طاعون والطماع ما كيقضي عليه غير الكذاب
كانت هذه هي القصة المؤلمة والحزينة ديال ليلى، إلى حلقة أخرى إن شاء الله. وما تنساوش أنكم تابونيو في لاشين ديال حسن حمدي باش يجيكم إن شاء الله الجديد. شكرا على المتابعة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.